انتم صدق تبون التغيير. البرلمان كان موجود من 2002، طلعت في قرارات قعدت ابحث فيها بس ما لقيت في شيء صدق نفعنا. بالعكس كانت خساره لنا كلنا. كانت خساره 50 مليون دينار معاشات، كانت خساره 10 مليون دينار تعديل معيشي. لكن ايش حصل الشعب منها؟ ما حصل منها ولا شيء. ف شنو نقدر نسوي عشان نقدر نغير هالبرلمان؟ نغير البرلمان بالدماء الجديد اللي موجوده عندنا، بالشباب طموح الكف اللي يقدر يغير مستقبل البحرين. والحين ببتدي وياكم ويا برنامجي الانتخابي، وابيك مر في امور وايد منها تكون الاجنده برويكم اياها. تفضل. اول شيء بتكلم عن التربيه والتعليم، وبعدين الحلول الاسكانيه، وبعدها بيكون النمو الاقتصادي، وبعد الخدمات الصحيه، وبعدين اللي هو اهم شيء انا عندي التعزيز والتعاون بين المجلس البلدي والمجلس النيابي. التربيه والتعليم. للاسف ان قمنا ما نشوف التربيه بعدين في البحرين. صار اختفت التربيه من عندنا، ولازم نربي الشباب الصغار ولا نشوف المشاكل اللي قاعده تصير، لان البحرين وايد تغيرت في الفتره الاخيره. من 2002 للحين ما نبي نشوف انجازات انجزها البرلمان. الانجازات اللي انجزوها كانت يعني متواضعه جدا. منها في مساله رفع المعيشه. رفع المعيشه بدون ما قارنوها بالتضخم اللي قاعد يصير في الدوله. ما قاعدوا يقارنونها باللي قاعد يصير في البلد. فبدينا العمل على التربيه وترويج الثقافه الوطنيه. شنو قصدي بهالشيء؟ الثقافه الوطنيه راحت. الناس تفرقت بينها وبين بعض. كنا يوم من الايام ديره واحده متماسكين وعارفين بعض ونروح ميالس بعض. قمنا تفرقنا وكل واحد قام يصير بروحه، وكل مدينه وقريه صارت بروحها. ليش؟ هذه مو باصل البحرين. ما كانت هي هاللون. والثقافه الوطنيه لازم تنبني عن طريق التربيه والتعليم، عن طريق الاستشاريين، عن طريق التعليم. بنقدر نغير هذا الشيء. فهي التربيه لازم تجي قبل التعليم. مراقبه ودعم وتطوير العمليه التعليميه بكافه الصور والاشكال، وبالاخص المناهج التعليميه. متى اخر مره تغيرت مناهجنا التعليميه؟ خلينا نشوف بريطانيا واوروبا وامريكا، مناهجهم تغيرت، العلم تغير، واحنا للحين متمسكين في الامور القبليه اللي كانت عندنا والقواعد وهاي السوالف هذه. شلون نقدر نطور التعليم؟ خلينا نطور مناهجنا، خلينا ناخذ المناهج من برا، وخلينا ناخذ هالمناهج ونغيرها على اساس انها هي تكون على اسس ديننا الاسلامي، لكنها متطوره عشان نقدر نتنافس ويا الدول الخارجيه الاخرى المتطوره. العمل باتجاه انشاء المزيد من المدارس حسب الكثافه السكانيه لكل منطقه. مثل ما تعرفون هنا منطقتنا ما عندنا مدارس ثانويه، حضانه ما عندنا، وهذه محافظتنا نبي نبنيها، نبي نطورها. اشوف اليهال يمشون في الشارع يشيلون شنطهم من محل لمحل، ايش ثقلها؟ ليش ما في لوكرات؟ ليش ما في مناهج انها تكون اونلاين؟ بالانترنت نقدر ندش ونشوف المناهج والدروس والى اخره بدل ما نشيل الشنط. دعم التعليم الجامعي وتطوير نظام البعثات للجامعات المحليه والخارجيه. طبعا افضل جامعه عندنا هنا في البحرين هي جامعه البحرين. والجامعات الاخرى انا اعتبرها كلها جامعات تجاريه. جامعه البحرين
وتعطي الشهادات، حتى الشهادة صار ما لها معنى. وبعدين بتكلم عن الاستفادة من مباني المدارس في فترة الصيف للبرامج الرياضية والتثقيفية. البرامج التثقيفية اللي احنا بنتكلم عنها، البرامج الثقافة الوطنية، المبادئ نبنيها في الشباب عشان يكبرون ويصيرون رجال أحسن، فهم عماد المستقبل في النهاية. وبعدين بتحكي عن الحلول الإسكانية، وهي من أهم المواضيع اللي تخص شريحة عودة في البلد. متابعة ومراقبة آلية وزارة الإسكان في توفير مختلف الخدمات الإسكانية للمواطنين. شلون قاعدين يوزعون البيوت؟ أنا للحين ما عرفت إذا في آلية، طريقة، مين عنده الأولوية؟ هل هم الأرامل؟ هل هم على الأقدمية يمشون؟ أو على شنو بالضبط في الآلية هذه اللي قاعدة تمشي على وزارة الإسكان؟ لازم يكون في قانون، ويكون النائب يدافع عنهم على أساس أنه هو يقدر يوفر البيوت حق الناس اللي صدق اللي هم محتاجين، صدق اللي الأقدمية اللي عليهم، المتقاعدين والأرامل والمطلقات اللي عندهم عيال. هذا لأن هم الناس اللي يستاهلون البيوت الإسكان أكثر من الناس اللي قاعدة تاخذهم الحين بسبة الواسطة وبسبة مين يعرف ومين يصير حق مين. العمل على إلغاء شرط دمج راتبي الزوج والزوجة للاستفادة من الخدمات الإسكانية. طبعا هذه القانون طلع من المجلس النيابي، أن دمجوا المعاشين، والمعاشين طبعا اللي تعرفونها 900 دينار. 900 دينار عادة الواحد لما يوصل معاشه 900 دينار يكون قد طلبه حق الإسكان صار له فترة طويلة. ففي هالوقت اللي المفروض هو يستلم البيت حتى دافع حق العمل ما عنده دافع انه يشتغل وينتج اكثر، لانه ما يبي معاشه ومعاش زوجته يطوف 900 دينار، لانه بعدين يروح عليه بيت الاسكان. فلازم نفصل هذين عن بعض. متابعة المشاريع المتعثرة ودمجها بمشاريع وزارة الاسكان. في مشاريع وايد في البحرين تأثر على شكل الاقتصاد البحريني، منها مارينا ويست هني اللي يمنا، والعرين، وفيلا مار، والى اخره. المشاريع وقفت. ليش ما ندمج الحكومة ويا القطاع الخاص علشان يشتغلون على هالمشاريع المتعثرة ويحاولون يقدمونها حق ذوي طالبين الاسكان اللي صار لهم الاقدميه، لان اغلب الطالبين اللي صار لهم فتره معاشهم طاف ال 900 دينار بين الزوجين. احنا طبعا نبي نفصلهم، بس اذا الواحد يقدر يدفع 300 ولا 350 دينار ولا حتى 400 دينار عشان يحصل له فيلا عدله فيها المشاريع العوده، ويفتكون من شريحه عوده من طالبي الاسكان اللي هم تشكل 25% تقريبا، اللي معاشاتهم فوق ال 900 دينار في البحرين، يقدرون انه يحصلون هذين البيوت ويدفعون عليهم رسوم خدمات للحكومه، وتاخذ الحكومه رسوم الخدمات وتطور مشاريع الاسكانيه حق الفئه ذوي الدخل المحدود وتسكنهم فيه. تعاون مجلس التنميه الاقتصادي مع المقاولين المحليين في برنامج تطوير الاسكان. مثلا كان في واحد من الحضور هنا وكنا نتكلم عن برنامج اللي هو ابني بيتك بنفسك. هذه البرنامج الله يسلمكم كان تحت الدراسة، وبلخص لكم اياه بسرعة. يعني مثل ما تدرون ان في وايد طلبات اسكان صار لها 10 و15 و20 سنة، وفي النهاية المقاولين البحرينيين هني موجودين طبعا يوظفون الأجانب بمعاشات قليلة، لنفرض أن معاشاتهم 200 دينار في الشهر. زين، هال 200 دينار في الشهر يشتغل العامل هني في البحرين، وآخر شيء يطرش الفلوس برا، ما تتم الفلوس في البحرين ولا تنضخ في الاقتصاد مرة ثانية.